انا ده اخسر 5 من اتلتيكو، ده انا هعرشك. ريال مدريد بيفوز على خيرت او كايرت الكازاخستاني 5-0 بهاتريك امبابي. امبابي اللي عامل فورمه لوحده ايا كان ريال مدريد عامل ازاي. امبابي وريال مدريد هو رونالدو ريال مدريد 2010 2011. ايا كانت الفرقه فيها مشاكل مين، ايا كان عندك مشاكل في نص الملعب، مشاكل في خط الدفاع، هو ماسك فورمه وبيسجل وبيختم على كل فرصه وكل تسجيل الاهداف لريال مدريد. مباراه فيها فرص كتير جدا، فيها لعب جماعي اكتر من فينيسيوس ومبابي ومستانتونو، وفاجئك بقى الانانيه بقت عند مبابي ومستانتونو اكتر من فينيسيوس. فينيسيوس بقى تعاوني اكتر وعمل كذا كره لمبابي وضيعوا هما الاثنين، وبقى في لعب جماعي اكتر ما بين مبابي وفينيسيوس. وده مش من الماتش ده من الماتش اللي قبله واللي قبله، وفي شكل قدام بالثلاثي ده اللي احنا قلنا لازم يبقى ثابت ولازم ياخد على بعضه، بس لازم مستانتونو ومبابي يبطلوا الانانيه شويه لحد ما تقوم لنا لحد ما تشوف لنا شوفه في سوق الانتقالات او في العالم على نص ملعب بالمواصفات دي. سوبايس ما يخرجش من التشكيل اساسي، حطه جنب اي 2 نص ملعب تاني. الوحيد اللي عنده الحلول والمهاره ان هو ينزل يستلم ويطلع بالكوره ويسند على هويسن ويسند على اسينسيو ويطلع لك ويوزن لك نص الملعب ويقف لك على الكوره ويهدي الريتم، هو الوحيد سيبايوس. نص ملعبك كله بوكس تو بوكس، فالفيردي بوكس تو بوكس، كامافينجا بوكس تو بوكس، حتى بيلينجهام وهو في دورتموند كان بوكس تو بوكس. تحس ان الفرقه نازله تلعب ملاكمه مش نازله تلعب كوره. محدش بيقف لك على الكوره في نص ملعبك ولا بيحافظ لك على الاستحواذ ولا بيهدي لك رتم الملعب. مفيش العقل الراسي الذكي الهادي في نص الملعب اللي يحافظ لك على الكوره ويحافظ لك على التسليم والتسلم والضغط وينقل لك الكوره واحده ويهدي لك الريتم لما تكون مضغوط. فران جارسيا عمل ماتش محترم جدا كبديل لكاريراس وبيثبت ان هو البديل رقم 2 بعيدا بقى عن مندي، ولا مش عايزين قرف ولا عايزين وجع قلب. حتى لما يرجع من الاصابه هو فران جارسيا هو البديل رقم 2، لانه الراجل ده لعب ماتشات كبيره مع ريال مدريد مش من الموسم اللي فات، من الموسم اللي قبله مع انشيلوتي لما حققنا ال15 وكان بديل كويس جدا. فخلاص ثبت كاريراس، وفران جارسيا هتحتاجه جدا في ماتشات مهمه اللي فيها ضغط وفيها ان انت محتاج تريح كاريراس، هتلاعب فران جارسيا. رودريجو لما نزل عمل ماتش محترم جدا، باين لك قد ايه هو وينج متكامل بيلعب السهل للممتنع ومش لازم يكون بيسجل عشان يكون مهم. فوق او صحصحه كده بعد خماسيه اتلتيكو، وده كان مهم جدا النهارده حتى لو المنافس كان متوسط او اقل من متوسط كمان. ونتمنى اللي جاي يبقى احسن. تشابي الونسو، اتمنى تكون اتعلمت من غلطك واتعلمت من اخطائك في ماتش اتلتيكو، واللي جاي ان شاء الله احسن واحسن واحسن.